اهلا، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ طبعا واضح ان انا عند معهد اسمك بندك فيلي بابا زي ما مكتوب قدامكم، وده موجود في الطرف الاسيوي قريب من مطار صبيحة وبعيد جدا جدا عني. بس قبل اي حاجة خليني اديكوا كده نبذة، وقبل ما نبدأ لايك وشير سبسكرايب للقناة. الكورس اللي انا باخده او اللي قدامكم في الفيديو كورس البيتزا، واحب اقول ان ده تقريبا سادس كورس انا بعمله في اسمك. اخدت المكرون والبقلاوه، ودرست الخبز الايطالي، وقبل كده درست الكيك بتاع الافران. خليني كمان اقول لكم على حاجه، انه معهد اسمك جالي عليه اسئله كتير جدا منكم. طيب، ايه شروط التقديم في معهد اسمك؟ اولا، انك لو اجنبي يكون معاك كملك في حالة لو كنت من الإخوة السوريين، أو إقامة سياحية، إقامة طالب، إقامة عمل، فليكن بس إنك تكون عايش بشكل قانوني. دي الشروط اللي بيها تقدم على معهد اسمك وبتتقبل. طبعا تالت شرط إنه يكون معاك لغة تركية من متوسط بروفيشنال، لان هما ما بيتكلموش انجليزي، فما حدش يرجع يسالني هل في انجليش او لا، ما فيش انجليش خالص في الموضوع. دي حاجه. لما بتيجي تدرس في معهد اسمك بيتعمل انترفيو في الاول، وبيتحدد على الاساس دوت. بالنسبه لو كنتي ففي اسطنبول انا ما شفتش ولا معهد من الفروع اللي انا درست فيها، سواء في بهاتش افلر او اللي كان في بايرام باشا او اللي في بندك او اللي في السنلر، اي مكان خاص بالاطفال، انك تقدري تسيبي اولادك وانك تقدري تتعلمي وتسيبيهم لحد ما ترجعي تاخديهم. انا ما شفتش ده، رغم ان في محافظات تانية وصلني انه الكلام ده موجود. كمان بيطلب منكم تحليل الهابيتيت اللي هو سي وبي، اللي هو الكبد الوبائي، وده لازم يجي بالإضافة للصورة من اللي هو الإقامة بتاعتك أو الكملك بتاعك. طيب، نيجي بقى للنقطة اللي بعدها، وهل في سن معين أو جنسية معينة؟ زي ما قلت إنه الأجانب مقيمين بشكل رسمي مسموح لهم، وطبعا الأتراك لأن هم أهل البلد. طيب، في تخصصات كتير كتير جدا، يعني حتى للأطفال في كورسات، علشان أنا اتسألت على الموضوع ده، أو في تخصصات كتير بتقدروا تنزلوا التطبيق بتاع اسطنبول سنين. التطبيق دوت بيخليكم تدخلوا على معهد اسمك اللي موجود في اسطنبول، وتشوفوا الكورسز وتسجلوا. في فيديو تاني هعمل لكم ازاي التسجيل، وازاي تعرفوا الفروع اللي موجودة في المعاهد بتاعتكم. طبعا في المعهد في نسب حضور وغياب، يعني مش مسموح لك تغيب اكتر مثلا من 3 مرات، وده حاجة على حسب كل برنامج. البرامج بتكون مدتها من 60 ساعة ل 200 ساعة، ودي بتكون برامج طويلة على المدى البعيد، ولازم الالتزام فيها لانها بتكون زي الدبلوم. طيب، خلصنا كده من الشروط، نيجي بقى للدراسة. الدراسة في معهد اسمك المميز فيها انها مجانية. لما اقول مجانية يعني انت ما بتدفعش اجرة المدرب، واللي هي مرات بتوصل في الكورسز البرايفت لحوالي اكتر من 7000 ليرة. لكن لما بتيجي مثلا تشتغل على حاجة مهارية يدوية زي الطبخ، زي التطريز، فالخامات بتكون عليك، لان انت في النهاية بتاخد الخامات ديت معاك البيت. انت سواء انت هتطبخ، سواء انت هتطرز، سواء انت هتشتغل على الخشب او على التريكو، الحاجات دي انت بتاخدها معاك. ودي فقط الحاجات اللي انت بتتكلفها، وبتتقسم على الجروب بتاعكم. لانه في ناس كانت بتجادلني في الموضوع دوت، فمنطقيا انت ما بتدفعش اجرة المعلم، فمعناها انه الكورس مجاني بنسبة 100%. تمام. المعهد مش بيوفر دراسة دولية نهائي ابدا، يعني ما ينفعش تيجي من بلد تانية وتقولي انا جاية سياحة عشان ادرس في اسمك، لانه اسمك ليه مواعيد بتتفتح فيها البرامج، ومش بمزاجك انك تحدد المكان اللي انت عايز تدرس فيه. حتى لو كان قريب منك لازم تخش الموقع وتشوف المكان اللي انت عايز تدرس فيه، وهل مفتوح فيه البرامج، ومفتوحة البرامج امتى وبأي توقيت، وبتكون بتسجل حسب الجدول دوت.
يعني كنت بتمنى انه يفيدكم في حاجة انكم تروحوا الفروع، لكن الفروع ما فيهاش تسجيل مع الاسف. هيرجعوكوا، هيقولكم لازم تخشوا على التطبيق ولازم تسجلوا على السيستم. واسفة لو كان في بعض المقتطفات في الفيديو مش صح او مش متظبطة قوي، بس اعتقد ان انا قلت كل المعلومات اللي كانت موجودة من اسئلتكم واللي طرحتوها عليا في اسئلتكم. مفيش ابدا تدريس باللغة الانجليزية، باكد على الموضوع ده. التركي شرط، الاقامة شرط، انك تكون فوق 18 سنة ده كمان من الشروط. في كورسات تخص الأطفال، تخص الأسرة، في مجالات حتى للشعر، زي اللي هم ناس بيحبوا يعملوا دورات الميك اب والكوافير والكلام دوت. دي كلها معلومات كافية وشاملة عن معهد اسمك. وكمان خليني أقول لكم إنه معهد اسمك من المعاهد المجهزة بشكل جدا ممتاز، والمدربين جدا جدا محترفين وعارفين هما بيعملوا ايه. باي باي.